السلام عليكم. أنتم تعرفون لماذا الشيعة يقولون إن أبا طالب مؤمن؟ ما هو السبب الرئيسي والحقيقي؟ أنا شخصيا أعتقد الشيعي في نفسه يفكر، يقول لك علي بن أبي طالب هو خالقي وهو رازقي وهو قاضي حوائجي وهو المسيطر على ذرات الأنهار والأشجار والأزهار والأوتار، فكيف أقول إن أبوه كافر وفي جهنم وضال ومشرك؟ ما يصلح هيك. ضروري يكون أبو خالقي مؤمن تعظيما لخالقي الكرار فقط، هكذا يفكر الشيعي. لكن بالله عليكم يا شيعة، دعونا نقرأ قليل من التناقض جدا في دينكم الصحيح عن أبي طالب. في تفسير القمي يقول لك: إنك لا تهدي من أحببت، قال نزلت في أبي طالب عليه السلام. شوف، هذا باعتراف القمي أن الله ما هداه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: يا عم قل لا إله إلا الله بالجهر أنفعك بها يوم القيامة. فيقول: يا ابن أخي أنا أعلم بنفسي. قال: فلما مات شهد العباس بن عبد المطلب عند رسول الله صلى الله عليه وآله أنه تكلم بها عند الموت بأعلى صوته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أنا فلم أسمعها منه. يعني شهد الرسول أنه لم يسمع أبا طالب قط يقول لا إله إلا الله، مع أن الرسول كما تقولون يسمع الأنهار والأشجار والأزهار ولا تفوته حركة واحدة ويعلم ما في الصدور ويعلم كل شيء، مع ذلك لم يسمع أبا طالب قط يقول لا إله إلا الله. طيب، يقدر أبو طالب يجهر بها وحده يقول لا إله إلا الله والرسول يسمعه، ولكنه لم يقلها قط. شفتم يا شيعة؟ بعدين شوف أيش التناقض يا شيعة. عندك الآن أبو طالب وصي موحى إليه أعظم من النبي أصلا، والله العظيم. عندكم يا شيعة تقولون الإمامة أو الوصاية أعظم مرتبة من النبوة. طبعا شوف كيف دينك متناقض. المهم، أبو طالب أعظم من النبي، يعني النبي بشكل عام وليس النبي محمد. أبو طالب أعظم من الأنبياء، ومع ذلك يأتي النبي يطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله. شفت كيف التناقض؟ تخيل يا شيعي أن واحد يقول للنبي محمد: يا محمد لو سمحت قل لا إله إلا الله، يعلم النبي أن يقول لا إله إلا الله. هل هذا معقول؟ فأنتم تجعلون أبا طالب وصيا ثم تقولون إن النبي يعلمه لا إله إلا الله، فضلا عن محمد رسول الله. حتى الآن ما نتكلم عن محمد رسول الله، الربوبية نفسها، الجدال في الربوبية، يعني ما شهد أن الله رب وأنه إله، والرسول يشهد بذلك أنه لم يسمعه قط يقول لا إله إلا الله. ما شاء الله هو الوصي. روحي فداء دينكم الصحيح يا شيعة، ما أجمل دينكم في كل نقطة من نقاطه، لأنه مأخوذ من المعصومين. هذا سبب قوة دينكم يا شيعة، أنه مأخوذ من المعصومين الأطهار. يقول لك: وأوصى منذر إلى سليمة وأوصى سليمة إلى بردة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ودفعها إلي بردة وأنا أدفعها إليك يا علي. يعني يقول لك الوصي قبل النبي اسمه بردة، مرة أبو طالب ومرة بردة ومرة واحد آخر. شفتم يا شيعة؟ مثل ما قال الطوسي: لا يوجد خبر واحد في دينكم إلا وضده أخبار أخرى. أين العصمة يا شيعتنا؟ وين الإمامة؟ أقسم بالله لو كان هناك إمامة وعصمة ما بقي حديث ضعيف، ولا بقي خبر مشكوك فيه، ولا بقي راوي مجهول، ولا نحتاجكم شيء أصلا. هذه الكتب كلها نذهب إلى إمام زماننا ونجلس معه جلسة مباركة ونقول: يا مهدي عج، أعطنا العلم الصحيح، أعطنا الكتاب الصحيح، أعطنا القرآن الذي كتبه أمير المؤمنين عين، أعطنا الجامعة، أعطنا مصحف فاطمة، أعطنا الجفر. عندك كتب الدنيا كلها، عندك علم الأولين، أخرجها لنا يا مهدي عج وخلاص، ولا نحتاج المكتبة الشيعية هذه كاملة. لكن يا شيعة يا أخي، من هو الذي يقيم الحجة الآن؟ على من إقامة الحجة؟ على الشيعة أم على المهدي؟ على المهدي، هو اسمه الحجة، حج الله فرجه الأغر. طيب، يقول لك أيضا في هذه العتبة الحسينية المكدسة، يقول لك: نعم إن سيدنا أبا طالب رضوان أخفى إيمانه. بالله عليك يا شيعي، يعني أبو طالب كان يتظاهر بالشرك ويتظاهر بالأصنام ويتظاهر أنه مع قريش في كل أقوالها وأفعالها، يعني تماهى مع الكفار حتى صار كأنه واحد منهم. طيب، أليس الله
أرسله برسالة، أليس المفروض أن يدافع عنها وأن يصرح بها للناس ويهديهم وينهاهم عن الشرك؟ كيف كتم إيمان؟ تخيل يا شيعي أن الله يوحي إلى أبي طالب عين ويعلمه علم الأولين والآخرين ويعصمه ويجعله أكثر من النبي يعني، وفي الآخر يقول له خلاص لا تتكلم حتى ولا تكلم أحد، موت وأنت كاتم إيمانك، فضلا عن يعني يكتم إيمانه فضلا عن وصيته. تخيلوا يا شيعتنا الأقداس، أقسم بالله هذا دليل على تناقض دينكم الأغر. طيب لو النبي صلى الله عليه وآله عمل نفس الشيء وكتم إيمانه إلى أن مات؟ يا شيعة هل لديكم عقول؟ لو الأنبياء كلهم كتموا إيمانهم علشان ما يقتلوا، كتموا إيمانهم إلى أن ماتوا، ما رأيكم يا شيعتنا الأقداس؟ يا أخي كيف عقل الشيعي؟ سبحان الله. الله يوصي إلى أبي طالب ويأمره أن يهدي الناس ويأمره أن يكون الحجة، ثم يقول له لا 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 خلاص أنا هونت، العلم عندك والهداية عندك والوحي عندك، لكن لا تكلم أحد. ما شاء الله عليكم يا شيعتنا الأطهار. أيضا نفس الشيء الشيخ محمد القطيفي، المفروض ما في الشيخ ولا عالم مع وجود المهدي عاج. يقول لك عللت بعض النصوص عدم إظهار سيدنا أبي طالب إيمانه أنه كان يعمل بالتقية. كل شيء عند شيعة تقية تقية. يا أخي يصورون أهل البيت كلهم حتى أبو طالب أنه كلهم خائفين مرعوبين من الموت، ما شاء الله. ورجع يقول لك كرارين. وشبهته تارة بأصحاب الكهف وأخرى بمؤمن آل فرعون، وكيف أنهم كانوا يكتمون إيمانهم ويعملون بالتقية. فقد ورد عن أبي عبد الله عين أنه قال إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك. يعني أبو طالب كان يظهر الشرك وحب الأصنام وعبادة الأصنام، ونحن نحكم بالظاهر يا شيعتنا الأطهار. حتى الصادق عين يقول ظاهر أبو طالب هو الشرك. ما شاء الله، كيف يهدي الناس وظاهره مشرك؟ ما هذا يا شيعتنا الأقداس؟ على العموم شفتم يا شيعة كيف تناقض دينكم في كل صغيرة وكبيرة؟ والله العظيم بكل بساطة لأنه دين مصنوع. لو كان كما تقولون مأخوذ من المعصومين الذين لا يخطئون ولا ينسون ولا يجهلون، ما وقع عندكم اختلاف واحد. ولن تستطيعوا يا شيعة إلى يوم القيامة تجيبوا على هذا السؤال: لماذا المهدي لا يعلم أصحابه الذين يعشقونه مع أنهم لن يقتلوه ولن يؤذوه؟ والله ما عندكم أي جواب. أرواحي لكم الفداء.